بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من الخطايا الخبيثة اللي هنتكلم عنها برضو خطية اسمها الفراغ، ودي الحقيقة خطية صعبة قوي إن الإنسان يضيع عمره. يعني بص يلاقي إن حياته ساعات الإنتاج فيها والتركيز قليلة قوي، والوقت اللي ضيعه في حياته كتير قوي، بالرغم إن الوقت وزنه ربنا هيحاسبنا عليها ويقول لي عملت إيه في وقتك. يعني في ناس كتيرة قوي بتقعد على القهاوي، وناس كتيرة قوي تقعد على الموبايل، وناس كتيرة قوي تقعد ما بتعملش حاجة، مجرد كده مريحة نفسها. هو ربنا ادانا العمر عشان نضيعه بالشكل ده في الباطل؟ مفيش حاجة بتعلمها، مفيش حاجة بحسن فيها مستوايا، مفيش خدمة أخدمها. طيب مفيش محاولة جادة إن أنا ألاقي وقت مميز أقعده مع ربنا في صورة خلوة؟ كل الحاجات دي الحقيقة أنا هتحاسب عليها. كلمة الفراغ دي كلمة تخوف قوي آباء الاعتراف، لأنه بيبقى عارف القول الآبائي اللي بيقول إن العقل الكسلان معمل للشيطان. طول ما أنت فاضي الشيطان هيحاربك، لدرجة إن تقريبا معظم الخطايا تلاقوا عنصر الفراغ فيها عنصر موجود. يعني في واحدة ست بتقول لي أنا يا ابونا لما اشتغلت بقيت لقيت نفسي ما عنديش وقت أنم النميمة اللي كنت بنمها قبل كده، ولا بقى عندي وقت لكلام الستات. أنا قبل الشغل كنت طول النهار تليفونات وطول النهار قعدات بحجة بنشرب قهوة أو بنشرب شاي، لكن احنا الحقيقة بنقع في 100 خطية و1000 خطية. فبشكر ربنا على نعمة الشغل. يبقى ربنا خلقني عشان في وقت لازم ارتاح فيه من اجل جسدي ومن اجل هذا العصبي لكن انا بتكلم على حاجة تانية، ان اوقات انا بضيع وقت كتير قوي قوي قوي. كل الناجحين في حياتهم العملية كان كل يوم عندهم ورقة بيكتبوا فيها ايه اللي المفروض اعمله النهاردة، ويحط جدول كده بالمواعيد عشان يقدر ينجز، بيستفيد وبيطلع انتاج، وفي الوقت نفسه لما بيرتاح بيبقى الراحة ليها معنى والترفيه ليه معنى. علشان كده يا حبيبي احذر الفراغ اللي في حياتك، لان نص المصائب الروحية في حياتنا اساسها الوقت اللي انا فاضي فيه. ربنا يديني ويديكم، واقول لكم صباح الخير.